السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم قناة روزاليندا لأخبار مشاهير في السوشيال ميديا. راح انزل لكم كل يوم فيديو جديد، خبر جديد. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والشير والسبسكرايب. اقسم بالله ان اكثر شيء تمنيته انه حلم واصحى منه. لا تحسبونه مفاجأة علي اني اتكلم عن اللي يصير واخرتها ما اقدر ارجع الوطني. مرة اتألم بس انها مجبر اخاك لا بطل. خلاص يعني ادوا 7 شهور وانا ساكتة احاول ادهت الموضوع. اختي بنال في السجن، انا علي ايقاف خدمات، مو كثير خدماتي والقاء قبض، وامي تبكي كل يوم. امي مفجوعة، بنتها في السجن مفجوعة من اللي يصير لنا. فساكتة وانا عندي فرصة اني اتكلم. من اول يوم طلعت برا لا ما بيتكلم في النهاية، ما ارجع الوطني. بس خلاص وش اسوي؟ يعني تخيلوا يوم انا من زمان يضايقوني، من زمان اشوف حملات في تويتر علي، واضح ان وراها صدق ناس، لكن الآخر مرة يوم تكرمت زاد الحقد. صاروا مو بس تشويه سمعة، يبغون يدخلوني السجن، يبغون يخفوني، يبغون ما وجود ولا حد يدري، ما يبغون حتى اتوقع المسؤولين الكبار يدرون على اللي سووه. قرف يا عيال قرف. والله اني كنت ابكي طول هال7 شهور. لا تحسبوني ابكي صدق من قلب، واصور سنابات وعندي سنابات بس ما ارسلها من هولة الموقف. ما ابي اخوض هذا النقاش. ما بالعالم تدري باللي مريت فيه يا في بعض العقول. ترى مو معناها ان في بنت ما تنجذب لك انك مو شيء، يمكنك شيء في عيون ملايين البنات، بس مو التايب حقها. انقلع تكفل الملايين، احلى واجمل منها انقلع، الله يقلعك انقلع. اوكي، في بنات ينجذبون للفلوس كثير مرة، وفي بنات ينجذبون للشكل كثير مرة، في بنات ينجذبون للشخصيات وكثير مرة. خلاص يا أخي هي اختلافات، انقلع تكفى، انقلع ما فيك نقص، انقلع بس انقلع. حافظ على كرامتك وانقلع. لا تستخدم صلاحياتك ضد أي بنت تشوفها في سناب، بليز انقلع.